الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ولا أمنيت إسميه أجيكم أرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلامك كجلال موضوع لما أنت أنكحل لدورنا في إلهي قدر سبحانه وتعالى وحال إلى الحسد وأنواعه ومراتبه. وموضوع هذه مهم هو كل كذا مسلمين كقيبه إذنا إدخل مارن طاهي أي تنجي وقت صلى قضائه يحكو هذا حتى الشاء هي النوعية هي مراتب سيساء هي سيدة حتى ليس إلى علم كريان بيد الله الباري كهلتنا الحضارة تطوط على دين أيها سيدة هي عادة العلماء عادة موضوع عدو لا يحض لا يمكن الذي لجنين أصيع شيء وصعب لي أيام لقيحة في الله جاكو هذا حتى محال هذا بعض العلماء كم دوحي كتاب عن حتى السوحة لهذا كراهة النعمة وحب زوالها على المنعم عليه. نعمة إلهي سبحانه وتعالى أوجهه إلا الصحبة قولا نهديته وحب زوالها على المنعم عليه إلا جعلاده إلا جسوليه وقتي إلهي سبحانه وتعالى نعمته والنعمه إلا جسوليه وإلا جسوليه وقته جعلاده إلهي سبحانه وتعالى قصده في الجاه خرقت إلهي فيه إلهي منصبه فيه إلهي أسميه فيه امرأة صالحة جميلة هي إلهي فيه سلام ونعسن أو قرآن من النعم ذي كمل علم ذا إلهي فيه سبحانه وتعالى قصد عاصمات ذا إلهي فيه أولاد ذا إلهي فيه سبحانه وتعالى انتوا ونعم قصدوا إنه نعبيته حتى أو جعلاده إلا يسمي نعمله حتى السؤال عليها وحكم بها من أمراض القلوب والنفوس وضرر طبع قلوب هي النقص في كلمة وأنا عذر آدي على السؤال المدى وحي إلى ذلك قد صاحب النعمة أو إلهي سبحانه وتعالى النعمة أو في مضى كما ناقص حتى لكن قد حاجل عليها وحال إرادة كل ذي نعمة محسوب كل ذي نعمة قد تستطيع نعمة صاحبه والحسن قبل حتى يهدأك إلهي سبحانه وتعالى يعني نعمته حتى تقول كل يهور عليها من الصفات الجميلة القبيحة في الإنسان صفات الحن والميزة والإنسان كوحويا سفاجي في كل أي صوت حسد هذا الله قيد الله الحسد النوعان حسد المذموم وحسد المحمود أما إذا بعض العلماء كانوا يقيدون إياه الحسد الحقيقي والحسد المجازي حسد حقيقي هي حسد مجازي غلط الله قيدها لكن هذه الإطلاق كلمة الحسد هذه الإطلاق حسد ذهنية قفك وحا اسمه جدلية حسك مذمومك لماذا؟ والسيودي وخطره فيجب كده آب يقاقل خطر نجي وضرن في فاسد تدراجه هذه حسب الإطلاق كده تود الجلال بالتالي محرم كان والله إلا يحرم سبحانه وتعالى رمضان الله كتا كيف وما أجي إلى هجرة لسكة وضم حيان وهل وما أجي إلى هجرة دان كهر مضمض الحسد الحقيقي أو الحسد المذموم حسد المذموم كان دلعيه في طريقة حرامها أولئك نجحهم سبحانه وتعالى صورين إنسان سواعين آخر نعمة على إنسان آخر نعمة إلهي سبحانه وتعالى يدوى إلهي أوسيين أولئك أكم أن يبتلي إنسان أيقف في وحويان حاسسة عيب أحسان فيكره ذلك مركز القرآن إلهي نعمة فيه وقرآن
مركا سوى الثمانين يا أوتي على السنة جوال تلك النعمة عليه عنه نعمة في حويان إلى أساء كسوش وانتقال إليه كلا أنا أصحب ونهار على المحرم حتى اللوتي إليه نوعا وحتى تكمل إلهي سبحانه وتعالى إلهي ودلعيني وأنا حرم في كتابه العزيز أي إلهي سبحانه وتعالى تحرم إلهي وحم الله سبحانه وتعالى وضائي كان أغلى الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا وهو يتمنون وهجع ليس منه ما فضل الله به بعضكم على بعض وحي إلهي سبحانه وتعالى أوفض ليقات في قاتك رؤوبة حتى منه بإنه إله فاسسين هذه الميسي وإذا حدثني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض آيات عايزة كتب من إلهي يغفر آخر شيء يسأل الله من فضله لأنت الله أسأل به فضله إلهي يسأل آيات إلهي سبحانه وتعالى وقال لي حتى سورة الود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا ود كثير إن ظل وحي جعليتين ومن أهل الكتاب يريد أن نصارى كامل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يريدون أيام جعلنا يريدون أيام ويقال إذن كبيرا من بعد إيمانكم إيمان في كذا ما في الله إيمان إذنكم أن يتكذا لماذا يا رب نحيث على الشان إن النوع اليان وحويان أو لا يأتي السلام تعالى بعدما إلهي سبحانه وتعالى أو نظمها من يتكذا إيمان حتى من عند أنفسهم حتى إلهي لا يؤمن وحسدا من عند حتى درجة ومن عند أنفسهم من بعد ما تبين حتى ما توعد على الشباب لا مسيح أو يستحيل عليه لين محمد بن الحق لأنه توعد على الشباب عليه الشعور هو حينين لماذا أنه أو يجعل عنهم أيضا المسلمين أيضا قضية لحسن آيات الله سبحانه وتعالى وقليا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من رب الله يختص برحمته من يشاء مجد الله هو قال أهل الكتاب كمل ويهود النصارى أن ينزل عليكم من خير من رب إن يجيسوا تجيه يشين اللوسوا تجيه وحتى ربي من خير بل ينتجسوا تجيه مجد الله لكن والله يختص برحمته من يشاء لا يصير كباري إلى رحمته فإذه سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجري ولا ينهي حسن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الكلية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا النبي صلى الله عليه وسلم في حسد يعني لا تحاسدوا ولا تباغضوا اسألوننا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وحالها كان أدومك الله ولا لما تخصصوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد المحرم حسد كان حقيقي ولما تحرمي مراتب أي كلمة تفتح مرتبة أمينة مرتبة الكواد وحي كان مرتبة الأولى إنسان تؤمن عليكم زوال النعمة عن الغيث نعمة اللي يسمي بغيثي وإلهي لا أوفيه وإن كانت هذه النعمة لا تنتظر إليه نعمة صديقا أطوء أسوء نعمة صديقا أطوء أسوء وحويا عن نور الدين بسحرانية نحمدها فتطفى إلهي المسيح كل يسير خاصة هو غاية الحج ومقولة الوادي مقولة اللباس وحي صحيح إنسان كأنه عليكم أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليه غير نحمد المسيح اللي يسير أستغنى المسيح
مرتبة الماضية. المرتبة الثالثة مرتبة الاتحاد صحيح إنسان الله يحب الإنسان هذه النعمة لنفسه نعمة لا يقف عن أوصيين نفس أهانتي فأقول إنه أجعلها إنه يسويك لكن يقول إسرائيلي أيضا خلق إلهي سبحانه وتعالى أوصيه حديث عليه السلام لكن كي عجز عن الحصول على مثلها حبيئوا فعل وكذا عبيه إنه خليل أجل يوكل مركز وحو جعلانيا نعمدي إلا يسكن ليوبيه كي لا يظهر التقاوس بينهم في أن تقاوس هي وحويا خلق صحيح أي تنتحل بغشنا ويكون الإنسان هو يجعل المساواة تقاوس مجعل طيب تاسمه النوع حسب في مقولة الحديث مركز هوري مجعلانيا نعمدان قبطان إلا يسكن وأصلا ليسكن لكن وحو الشيء عيوه وصل إلهي سبحانه وتعالى وكما نستطيع لكن أبيه كعاجزه يلي وصل إلهي سبحانه وتعالى أصير وجعلاني يعني عمدي ويجسي صحيح كي لا يضع التقاوف ليهما تدع لما تطلع أو بالثمن الحسد الحقيقي أو الحسد المجموم الحسد المحرم حسد الحرام أو من كبائر الذنوب كاملة لا يمكن من شيء. ما هو الحسد المحمود؟ حسد المحمود كان فيه هاي أما الحسد المجازي خلينا الصورة يصبح وإنسان فيه وأحسن نعمة على غيره أو تؤثر في غيره فإلهي سبحانه وتعالى نحمه ثم نيسي نحن التمنيه أيضا خلق إلهي سبحانه وتعالى أوسي هو مقرأي سنين وعن نعداني فكان نحمد إلهي فيه محا إلهي فيه وسن أرني كتلنا أو كنت منين وكنت أعلاني إن نعمل الإسلام أصنعوا على الولادات ربطة أيها الحسنة ربطة هي المكان هي أو المنافقة أيها الولادات ومن المعلوم وحاء منافقة تفعل في عمل الخيرات وطلب الآخرة إن أوليهي إن متقمه عمل الخيرات طاعة آخرة ولا طلبة أخي إلهي سبحانه وتعالى ونبوه في كتابه العزيز سابقوا إلى مغفرة المقدس سابقوا لصالح القرآن فقط وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفق هي اللي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرني لا حسد إلا في اثنتين وحلم الجهة المسرع إلا في اثنتين لبقى إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحاسي وخاسي فيا الله بحثه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ككوى الوقف إلهي القرآن فيه وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وأنت أقومية ولكن كنت يعين يوعي المعلوم فيه أخذ تعالى عليه سبيل تعالى المعلوم فيه تعالى القرآن إلهي سبحانه وتعالى كلمات رجل آتاه الله مالا ومن إلهي سبحانه وتعالى أمال فيه أخينا فهو ينبطه مال في أن يتم فقينينا آناء الليل وآناء النهار ودوي في إلهي سبحانه وتعالى أو إذني طيب أو ضلاله ونغبحنا يغبحنا أصلا كذب عليها ابن السيرين وحويري رحمة الله عليه محمد بن السيرين ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده وهي حقيرة في الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسد على أمر الدنيا وهو يسير في النار هذا كان السيرين ولي محمد بن السيرين ما حسدت أحدا على شيء ولي نحسن أحد شيء نحن ومن أمر الدنيا أرجع الدنيا خليل أطلق نحن محايا له لأنه إن كان من أهل الجنة حضو كل هي أهل الجنة حطبتها عن حتى إياه
فكيف أحسن إنسان حاسدا هي حقيقة السلطان أيضا أجيب الأسانيد إذا تحت كجمال الله إذا تحت فيها إنسان واحد لكن وإن كان من أهل الماء فكرت أن حتى يدعو الماء بكبيره فكيف أحسد على أمر فيما أفين ذلك حتى يعين الدين وهو يصير في النار هو النار بعهانه هو النار جلل كان أهل الدين وهو الصلاة وهو الحسد في أمره رحمه الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين فيروحه ما كانت نعمة الله على أحد معها صوت الله من سبحانه وتعالى من الذي على أحد يحدث معها إلا وجه لها حاسدة إلهي يحدث هي حاسد وقد إذا إلهي من سبحانه وتعالى نعمة أوصية من النعم من علم في الكبيرة إلا وجه لها حاسدة حاسدة أتوجيه نعمة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نعمة قصة النعمة صحيح الحسن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لي من ناقصك في دينك فناقصك ومن ناقصك في كلياتك فألقها في النار قصة قولة تحمل دينك كلا قرقا قصة دينك قولة تحمل كلا قرقا ومن ناقصك في كلياتك أجير على قصة قولة تحمل فألقها في النار في أجير فالبقى كان الله وحكى علينا عزيز عيرا صوابع كان حتى السلامين حسب صوابع كان صوابع حسب كان صواب الكوادوح وياي الاعتراض على قسمة الله تعالى قصده انه بسيوه اعتراضه إلهي كيفي او بحي في الرزق الاعتراض على قسمة الله في الرزق إذا إلهي من سبحانه وتعالى وحكيه وقال سمكنا عن إلهنا أصلا أرنيه نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا إلهي أصلا سيدي سبحانه وتعالى قصوا إذن حضوكا كقنا السنين إلهي سيدي في إمامه في إذاقات الصغمة مولي وحويان حسب إيمانا أصلا قصة حاسسة وعلى الإلهة في ذو حمضة الهم والغم إلى إلهي نعمت بآب أخرى بلد ما لسه تقوله أخي قد إلهي إن نعمي أيوة أخي مركب بحي معي الحزن والغم توضع عن يحط حاسسة صدق وصوص صوص طلبات رأويان العداوة والبغضاء المحسوس وحو قبل الحزن إلا قاضى عداوة وبغضاء حرف وانا تجارب اي انا المحسي كده قالوا قالوا اي محسي وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله انا يجارب انا يدعي عداوه ايانا يدعي لا اله الا الله سبحانه وتعالى العداوه والبغضاء وعويان للمحسوس والسبب من اسباب الحسد كامله قفت مركز الله يتقام وهو ويان عارف إذا تحمق مركز حسد بالقادم صوت طلبات ويان الخير والعجب في إسلامية في السبيل تقفت نفسك ويسبب أيضا الصوت يعني الصوت خمير من أسباب الحسد إلهي يحمين صوت أقراب وحوي حب النفس والجهل قفت وحويان نفسي كأنه استعلاض نقص عين هي واحد ويجاه طرف عين أيضا وحي كم توارثوه من أسباب الحسد قبضة دائما أو على الظهور على الآخرين قبضة قلق مكسرة وكسر من الوعيد الحسد الظهور على الآخرين كافوه كمانية أصبح أن يكون الوحيد قبضة سلبي مؤخوضة قبضة سلبي وحو دجما او سنجري صافي جعلان طيب صوت الصحابة او يعقوب صلى وكان حاسس كان نفسي صالح وكان نفسي الحماطه هو وحو كتع حاسس
عمر كذا وحي قلبي كذا حتى صوت كليحات وحي يحب الدنيا أدية حي أدية حي خلاص وحي يحب الخطأ وإتحسن أعتقد وإتحسن وحي علماء لفت الحسن فأحمرين طيب حوالي وحي يسلك يسلك أيضا وإتحسن الحسن حب الدنيا التحايل وحوية وتطلي هاي من أسبابها والله حدث الشيء صوت تضوات وكم يبقى أسبابها كان حسنك وضعف الإيمان وقت الإيمان في سهدوك في صفر الفقع حسن حسن في صفع طيب فكصوابها هي وحويان هو وين والله كان وحوية حسن لا هي كلمة دليل حضرات حتى الساعة إذا بعض الحقيقة عليها وعرض بأن الحريقة والجلاء إذا بعض الحقيقة عليها حسن الوقاية من الحسن الوقاية من اللي هي العلم اللي وقد من اللي هي حسن هذا الله كل طاقة القوات وحو نظرية حداد التفكير إن الحسد قلبي على كإلى نفسي وتصاويري عن قوة من التفكير تصاويري عن قوة من التفكير صوت كلابات وصلاة إلى نفسك نوحي الحسد أرين كلابات نذكر النعمة التي وهبها الله لنا وإن نشكر الله إلهي سبحانه وتعالى النعمة أولولي ومسيري إن نشكر الله نعمة الله ونوصل إن نشكر سبحانه وتعالى الله صوت التحاد وحوي ألا ننظر لمن هو أعلى منه إذا ما يفتح ريسا هنا نقول وهي إذا ما يفتح ريسا هذا مركز تصير إنه وحن إلهنا أو ميسا تبعي نعمة الله موضع سبحانه وتعالى مركز وإن أن فينا إذا ما يفتح ريسا وأنا فينا وأنا فيري مركز وحويان إذا ما يفتح ريسا وقال كان جاري من حتى الكلمات أفر صوت أقراب وحوي وعن الصلاة إلى عليك من حسب كأهلك أقراب الصلاة إلى عليك من حسب وحوي يعني مجاهدة الله نقطة إنه كده مجاهدة الله نقطة إن أنكبرنه على سلم الأخلاق وفقاء النفوس أخلاق مسؤول المناسبة هي وحويان نفوس كالتكرين كده مجاهدة الله كده كان صوت أهلك السلام وحوي وأن الصلاة إلى عليك من حسب العلم بأن الله قسم الأرزاق إلى أن أغاني وأن عقيدين إلهي سبحانه وتعالى إنه أرزاق خيري بعدل تام على الكل إلهي سبحانه وتعالى إلى أن أغاني وأن عقيدين إلهي إنه أرزاق خيري بعدل تام على الكل وإن إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون لا في إله أرمي سبحانه وتعالى قال أرنك اللي حادمه لهي وأن الصلاة إلى نصر من حسدك الاستعادة من الحسد إن الإله كم ينزل من حسد إلهي حسد بان كان من دليل ولقد خالصة يقول الاستعادة من الحسد وقراءة الأدعية المأثورة هي وحويان العقل تعوينك وأعراض العقل إلى أن لما ينزل مكة الحج صارت خضوات وهي التوكل على الله في كل شيء أرجو خضوات المستمع إلى عليك من حسد وحوي التوكل على الله في كل شيء كفتئن إلهي سبحانه وتعالى كفتئن إلهي سبحانه أرنك السجلاد وعن الطريق إلى عليك من حسد وحوي ذكر الله عندما نرى شيئا يعجبنا إلهي إن نخصمه
مرتبطون عربنا شيء عجب كلي مرتبطون عربنا إلى إلهي ذكر يتقول لنا سبحانه وتعالى بسم الله ما شاء الله آمنا وحن كدر دليلنا كلمة قصة وولنا الحافظ الذهبي في كتاب سير الأعلام النبلاء يفكر صاري الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حتى الحلقة أمرين ولما دي بعد وحكور لنا قصة أبو عبد الله بن الممدح ويروح على الجيش يا ربيع أرض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكان أركز مديري هذه أشهد ابن عبد العزيز مثل ذلك أشهد ابن عبد العزيز وكمل أرضي الإمام مالك أيو كمل هاي الصبر كان يقول في سجود تحدي ذرف صحاي اللهم آمن في الشافعية لا يذهب علم مالك إلى أن الشافعي اللهم آمن في الشافعي إله إمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي إله الجن جيت تحدي صحاي لماذا الحال الجن يا إمام الشافعي حوض الأخطر لا يذهب علم مالك لألا يذهب علم مالك إمام مالك علم يتسؤل كالبكري إلى أن يشافعي الجن يجيبه كليه مركز سوحة لجاسيه أرنتي بأوحى الله سي إمام الشافعي رحمه الله تعالى مركز سوحة يري إذ وقل تتمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك السبيل اللفظ فيها بألحدث تمنى رجال حجبا وحي ثمانية تمنى أناس النواة لورية حجبا وحي ثمانية أما تبقى وحي ثمانية أن أموت إناثنا تبقى وحي جعلت إناثنا لكن وحي وإن أموت فتلك السبيل اللفظ فيها بألحدث لكن أبان بالتعنية خاصة الله وضوء أنا صدق مغني كان يحياه إمام الشافعي يعني علمي المالك التجد يكتر في صوت المالك هكذا حقيقة أو إمام الشافعي أسد ابن عبد العزيز أو طيب تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك السبيل النص فيها في الحدث إلهي وحوي بسنة سبحانه وتعالى من الغضراء على الإسلامية الإسلامية حتى تكون خيري اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فإنه لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى أعلم